اللي إذا تشوفوه ده يطلع من بطن الفرس النبي شيء حقيقي، وهاي مو دودة عادية، وإنما طفيلي خطير تنتمي إلى مجموعة اسمها الديدان الشعرية. وهاي الديدان عندها طريقة عجيبة جدا للعيش والتكاثر. تخيلوا الطفيل يبيض بالمي، والحشرات الصغيرة تشرب من المي أو تتغذى على شيء ملوث بيه. ومن فرس النبي ياكل هاي الحشرات تدخل اليرقة داخل جسمه وتبدي تنمو شوية شوية، وتبقى عايشة داخل جسمه كطفيلي بدون ما تقتله مباشرة، لكن تمتص جزء من غذائه. ومن تكبر الدودة وتوصل لحجمها الكامل اللي بالعادة تصير أطول من جسم فرس النبي نفسه، تبدي تفرز مواد كيميائية تتحكم بالجهاز العصبي للحشرة وتجبرها تروح للمكان اللي بيه مي مثل بركة أو حفرة. وبمجرد وصول فرس النبي للمي تطلع الدودة من جسمه وتبدي دورة حياة جديدة. وبالعادة بعد ما تخرج هاي الدودة فرس النبي يموت مباشرة أو يضعف جسمه كلش، لأنه استهلكت أغلب طاقته وكان عايش على حساب فرس النبي. ومرات نقدر نشوفها أنه تطلع من بطن فرس النبي بعد الأمطار أو قرب أي مصدر للمي.